السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة بنشرح رابع درس من دروس الرياضيات بعنوان الكسور والأعداد الكسرية. الكسور عندي ليها أنواع، في كسور حقيقية وفي كسور غير حقيقية. ايه هي الكسور الحقيقية دي؟ الكسور الحقيقية دي بسطها بيبقى أصغر من مقامها، زي نص. بسط تاني 3 مقامه 4، دايما البسط بيبقى أصغر من المقام في الكسور الحقيقية. طب عندي كسور تانية غير حقيقية اللي بسطها بيبقى أكبر من أو يساوي المقام، زي 7/2 ده كسر غير حقيقي، 5/5 ده كسر غير حقيقي، 13 على مثلا 8 ده كسر غير ايه حقيقي. يبقى انا عندي في كسور حقيقية او كسور فعلية وكسور تانية غير فعلية. في عندي أعداد كسرية. ايه هي الأعداد الكسرية دي؟ يعني عدد صحيح وكسر حقيقي، عدد صحيح وكسر حقيقي، دي بنسميها أعداد كسرية. يبقى ده عدد كسري، وده هنا كسر غير حقيقي، وهنا ده كسر حقيقي. تاني هنميز ما بينهم هما التلاتة. الكسر الحقيقي ده كسر بيبقى بسطه أصغر من مقامه، والكسر غير الحقيقي بيبقى بسطه أكبر من مقامه. والعدد الكسري، العدد الكسري ده بيبقى عدد صحيح وكسر حقيقي. تمام. هنا عندي في كتاب سلاح التلميذ بيقول لي لكتابة الكسر غير الفعلي الذي يعبر عن الجزء المظلل في النموذج التالي بنعد الأجزاء. ايه هي الاجزاء؟ انا عندي نموذج هنا 3 دواير، كل دايره متقسمه ل4 اجزاء، وهنعد الاجزاء الملونه كلها. عديناهم لقيناهم 9 اجزاء. طيب الوحده الواحده بس متقسمه لكام جزء؟ متقسمه ل4 اجزاء متساويه. طيب يبقى انا عايز اكتب الكسر غير الحقيقي بتاعي. بكتبه ازاي؟ بعد الاجزاء الملونه على الأجزاء المتساوية للوحدة الواحدة. الواحدة. يبقى هنا 9/4. اشمعنى 9 تاني؟ 9 عشان هي الأجزاء المظللة، وال4 هي عدد الأجزاء المتساوية في الوحدة الواحدة. تمام. الكسر الفعلي ده بيقول لي قيمته أقل من 1. الكسر الفعلي أو الكسر الحقيقي قيمته أقل من 1. نص أقل من 1، 3/4 أقل من 1، 5/8 أقل من 1. طيب بينما الكسر غير الفعلي قيمته أكبر من أو تساوي 1. الكسر اللي هو مثلا 7/2 ده أكبر من 1، 5/5 ده بيساوي 1، 13/8 ده أكبر من 1. تمام. يبقى أنا عندي كده فرقت ما بين الكسور الحقيقية والكسور غير الحقيقية والأعداد الكسرية. طيب من النموذج الجميل اللي قدامي ده بيقول لي عايز يعرف العدد الكسري بتاعي. أطلعه إزاي؟ بطلعه ده 1 صحيح ملون لي الوحدة الكاملة، ده 1 صحيح تاني، وده ربع 1/4. بجمع بطريقة عادية، 1 زائد 1 زائد ربع، 1 و1 2، وربع يبقى 2 وربع. عادي خالص ما فيهاش أي مشكلة. عايزني هنا أعبر عن النماذج اللي قدامي في صورة كسر غير فعلي وكمان عدد كسري الاتنين. عايزني أعبر بالطريقتين الاتنين. إزاي؟ أنا هنا ده بطريقة الكسر غير الفعلي أو الكسر غير الحقيقي. بعد الأجزاء المظللة 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وعلى أجزاء الوحدة الواحدة المتساوية 1 2 3 4 5 6. يبقى العدد بتاعي أو الكسر الكسر غير الحقيقي بتاعي 9/6. طيب أنا عايز أعرف بطريقة العدد الكسري اللي هو العدد الصحيح والكسر. هو هنا ملون لي كام وحدة؟ ملون لي وحدة كاملة واحدة بس، يبقى 1. وملون لي هنا 3 من أصل 6، يبقى العدد الكسري بتاعي 1 و3/6. طيب هنا
بعد الأجزاء المتظللة بتاعتي كلها، بلاقيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على الوحدة الواحدة، وبشوف الأجزاء متقسمة لكام جزء متساوي. هنا الأجزاء المظللة 10 والأجزاء المتساوية للوحدة الواحدة 5، يبقى الإجابة بتاعتي 10 على 5. طب والعدد الكسري بتاعي هيطلع لي عدد صحيح، لأن هو ملون لي وحدة وملون لي وحدة كمان، يعني ملون لي الاتنين كاملين. طيب هنا في المثال ده بعد برضو بلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 على الجزء على الوحدة الواحدة وعدد أجزائها اللي هم 3، يبقى 7 على 3. طيب بطريقة العدد الكسري هنا 1 وهنا 2، يبقى 2 وهنا ايه ملون لي 1 على 3، يبقى 2 وتلت. الدنيا سهلة ما فيهاش أي مشكلة. طيب التحويل بين الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية بحولها ازاي؟ لتحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي بعمل ايه؟ احنا كان على أيامنا بنسميها بقى نرفع الكسر. مديني كسر كده أو عدد صحيح وكسر 2 وتلت، وعايزني أعمل فيه ايه؟ أرفعه أو أحوله من عدد كسري إلى كسر غير حقيقي. بعمل ايه؟ بروح جاي قايل كده 2 في 3 ب6. أولا لازم المقام بتاعي ثابت ما بيتغيرش. 2 في 3 ب6، وبعمل عملية جمع للستة، 6 و1 7 بقت 7 على 3. يعني الكسر الغير حقيقي 7 على 3 هو العدد الكسري 2 وتلت، مفيش أي مشكلة. طيب لو أنا عايز أعمل العكس، أحول الكسر غير الفعلي إلى عدد كسري. أنا عندي هنا 5 مثلا على 2. 5 على 2 دي، 5 على 2 عايزة أحولها لعدد صحيح وكسر. 5 على 2 فيها كام؟ 5 على 2 ما بتقبلش، 5 ما بتقبلش القسمة على 2، بنزل ببقى 4. 4 على 2، 4 على 2 فيها الايه؟ فيها 2، ومتبقى لي كم ال5؟ متبقي لي 1 من ال5، يبقى على نفس المقام بتاعي اللي هو 2 ما بغيرهوش، يبقى 2 و1 على 2 يعني 2 ونص. 5 على 2 فيها 2 والباقي 1. الواحد ده بيعبر لي عن البسط، والمقام 2 زي ما هو، ما بلعبش في المقام. تمام. هنا مديني أسئلة برضو ومجاوبها لي. في صورة كسر غير فعلي عايزني أرفع الكسر بمعنى أصح. هنا بعمل إيه؟ 2 في 3 ب6، باخد ال6 اللي أنا قلتها دي بجمعها مع 2. 2 في 3 ب6 و2 8، والمقام بتاعي زي ما هو، ما بعملش فيه أي حاجة، ثابت معايا 3. هنا مديني برضو عدد صحيح وكسر، عايزني أعمله كسر غير حقيقي. هنا 5 في 4 ب20، 20 و1 يبقى 21 على نفس 4 بتاعتي. طب هنا مديني 18 على 5. 18 على 5 فيها كام؟ أقرب عدد لعملية الضرب اللي بتقبل للأعداد اللي بتقبل على 5 هي 15. 15 على 5 فيها الايه؟ فيها 3. متبقي لي كم ال18؟ متبقي لي 3، يبقى ال3 دي هي العدد بتاعي الصحيح، وال3 المتبقية هنا من ال18 على الايه؟ على ال5، يبقى 3 و3 على 5. ال3 العدد الصحيح بتاعي، وال3 الباقي بيتكتب في البسط، وال5 هي اللي بتتكتب في المقام. طب عندي 7 على 2. أقرب عدد يقبل القسمة على 2 من قبل 7 هي 6، يبقى 6 على 2 فيها 3، وال3 بتتكتب هنا. ده العدد الصحيح بتاعي. متبقي لي كم من 7؟ متبقي لي 1، يبقى ال1 هنا بيتكتب في البسط، وال2 هي المقام بتاعي، ومفيش أي مشكلة. تمام كده الدرس بتاعي خلص، والشرح خلص في 10 دقايق، والدنيا سهلة إن شاء الله. الرياضيات سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة، وأشوفكم على خير في شرح الدرس اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.